مرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي حول التعديلات الوزارية في حكومة الجزائر. قدمت الحكومة الجزائرية استقالتها الاثنين إلى الرئيس عبد المجيد تبون، التي قبلها وكلف رئيسها نذير عرباوي بتشكيل الحكومة الجديدة. وأبقى تبون على وزيري الطاقة والخارجية في منصبهما. وقال بيان الرئاسة الجزائرية: استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول نذير العرباوي، الذي قدم له استقالة الحكومة، والتي قبلها، حيث جدد فيه السيد الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه. وجاء تشكيل الوزراء الجديد كما أوردته الرئاسة الجزائرية كالتالي: السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. محمد عرقاب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام خلفا للسيد رشيد طبي لاستدعائه لمهام أخرى. العزيز فايد وزيرا للمالية. العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق. يوسف بالمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف. كمال بيداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي. محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية. ياسين المهدي وليد وزير التكوين والتعليم المهني. زهير بلالو وزير الثقافة والفنون. مصطفى حيداوي وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب. وليد صادي وزير الرياضة. سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. سوريا مولوجي وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. سيفي غريب وزير الصناعة. يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. محمد الطارق بالعريبي وزير السكن والعمران والمدينة. محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. محمد مزيان وزير الاتصال. الأخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. طه دربال وزير الموارد المائية. سعيد سعيود وزير النقل خلفا لمحمد الحبيب زهانة لتكليفه بمهام أخرى. حورية مداحي وزير السياحة والحرف التقليدية. عبد الحق السيحي وزير الصحة. فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كوثر كريكو وزيرة العلاقات مع البرلمان. نجيبة جلالي وزيرة البيئة وجودة الحياة. نور الدين وضاح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. فؤاد حاجي وزير منتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني. سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. سلمى بختة منصوري كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية. كريمة طافر كاتب الدولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم. نور الدين يسع كاتب دولة لدى وزير الطاقة مكلف بالطاقات المتجددة. يحيى بخاري أمين عام للحكومة. ويأتي التغيير بعد 3 أشهر من فوز تبون بولاية ثانية وأخيرة مدتها 5 سنوات. وصرح تبون في وقت سابق بأنه سيجري تعديلات حكومية بعد مصادقة البرلمان على قانون موازنة عام 2025. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.